إذا تنتهي مباراة الأهلي وجلنوير بفوز الأهلي ذهابا إيابا 1-0. أنا ما طلعتش اتكلمت على ماتش الذهاب، يمكن ما حسيتش إن في حاجة محتاج أقولها، وحسيت إني محتاج إن أنا أشوف الأهلي مرة تانية مع ياستروب. ما لحقتش ماتش الأهلي والاتحاد السكندري، بصراحة كان توقيته صعب الساعة 5 والواحد عنده شغل وكده، فما اتفرجتش غير على آخر تلت ساعة. والماتش اللي أنا اتفرجت عليه كامل ملخص الثلاث ماتشات دول، لان انا مش هتكلم على ماتش بعينه يعني، ولا هتكلم على حالات معينه، ولا هحلل الاداء، ولا هعمل اي حاجه. الاهلي عنده مشكله حقيقيه في صناعه اللعب. صناعه اللعب في الاهلي فيها مشكله. ما عندكش لعيب بيقدر يعمل سيروهات، ما عندكش لعيب بيقدر يجري الوينجات، ما عندكش لعيب بيقدر يدي كوره بينيه للسترايكر اللي عندك، او الفيرود، او راس الحربه يعني، بالبلد كده. انت اصلا ما عندكش راس حربه. الاهلي النهارده بدأ بتشكيل كأنه كأنه كسبان 3-0 بره ارضه. بدأ بشوبير في حراسة المرمى، قدامه ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام، على اليمين عمر كمال عبد الواحد، على الشمال احمد نبيل كوكا، نص الملعب اليو ديانج ومروان عطية، محمد علي بن رمضان، قدامهم طاهر، جراديشار، احمد عبد القادر. ما عدناش 10 دقايق ولا ربع ساعة، لقينا كارت أحمر طالع في وش جراديشار. تمام. أفكرك من 10 سنين، من 10 سنين الزمالك كان بيلعب في سيمي فاينل أفريقيا قدام النجم الساحلي، وخسران بره أرضه في تونس 5-1، وجاي هنا بيلعب في استاد بترو سبورت. بعد أول 10 دقايق علي جبر خد كارت أحمر، كمل الزمالك الماتش وكسب 3-0، وكان على وشك إنه يجيب الرابع ويصعد. اذا فكره ان انا بلعب ناقص لعيب دي انا ما اشتريتهاش طول الماتش. ده بلح. انت بتلعب فرقه الفرقه اللي ملاعبها بالمناسبه هي تعتبر فرقه مش ضايعه خالص، ولكن هي فرقه مميزه على الصعيد البدني، صعيد الالتحامات، صعيد السرعات، ولكن على المستوى الفني زيرو. يعني اللعيبه بتقلش، ما بتعرفش تباص، ما بتعرفش تشوط، الكلام ده كله، لكن هي لعيبه لزجه، لعيبه رخمه، لعيبه ما حدش يعني ما بتعرفش تعدي بيها، ما بتعرفش تعدي منها. الماتش كله على بعضه كوكتيل من القرف. انت مش لاقي حاجه تقولها، مش لاقي جمله تحصل، مش زي يسرب، زي ريبيرو، زي الكولر، زي النحاس. لا، هو اكيد كل المدربين دول ما كانوش ضايعين كده، في حاجه الفرقه متكونه غلط، وواضح للجميع ان الفرقه متكونه غلط على المستوى الدفاعي الضايع. المستوى الدفاعي الضايع. تمام. ومش بكلمك على افراد، بكلمك على منظومه، على وقفه لعيبه، على رصه لعيبه. ما جبتش باك شمال، ما جبتش لعيب ديفندر او قلب دفاع محترم. مين رمضان بيكهام ده؟ لعيب طلع من اشبال الاهلي، طلع اعاره حرس حدود، رجع الاهلي، طلع اعاره معرفش السيراميكا، يرجع الاهلي ويطلع ويرجع ويطلع. كل ما بيطلع بيبقى كويس عشان بيلعب في مستويات متوسطه، وبيرجع بيكتشف. ده مفيش، ده على الله حكايته. مفيش لا التحامات، ولا سرعات، ولا كرات عاليه، ولا كرات على الارض، ولا اي حاجه. انا فعلا حقيقي بجد ما بحبش اهاجم لعيب وخلاص، بس انا مش لاقي له ميزه تنافسيه عن غيره. طاهر محمد طاهر، مفيش. الفكره هنا مش ان انت بتلعب وينج ولا راس حربه، الفكره هنا انت ما عندكش حاجه. ما عندكش لا رؤيه، ولا سرعه، ولا مهاره، ولا اي حاجه غير ان انت بترجع تغطي ورا مع زمايلك وبس، وده ما ينفعش. انا جايب وينج، مش جايب باك. لعيب ما عندوش كوره، وما اعرفش ما اعرفش ده قاعد بيعمل ايه في الاهلي. مش عارف. يا رب يبقى الموسم الاخير ليه، لان خلاص هو بقاله 5 سنين مش هيقول حاجه، مش هيطلع لك حاجه، ما تستناش منه حاجه. بالظبط دي السنه السادسه ليه، مش هيطلع حاجه. كان طلع. ففي مشكله في الاهلي، في الاهلي بيعطل قدام اي فرقه بتقف قدامه، صح؟ مفيش اي حلول فرديه خالص. الحل الوحيد اللي انا شفته في ماتش النهارده هو كرة محمد علي بن رمضان. دي حاجه حسنه الوحيده، حسنه الوحيده، ان هو لعيب خد الكوره، قطم لجوه، وعمل تشيب لوب
كده يعني اللي هي تشبايه و يعني البينيه مش على الارض لانها كانت ممكن تتقطع، وعملها في ارتفاع حلو جدا، طلعت ونزلت كده في مفيش، اتهيأت لعمر كمال اللي ما لقاش اي صعوبه بانه يكملها في الجول، وربنا كرمه ووفقه ان هو اللي جاب الجول، عشان طبعا كان عليه هجوم. ولا زال عمر كمال، انا مش عارف هو بيعمل ايه في الاهلي، برضه واحد من الناس اللي ما عندهاش اي مستويات خالص. يمكن في اول موسم كان جاي كان شكله افضل واحسن، موسم 23 24، ولكن الموسم اللي فات ده مفيش خالص، الموسم ده برضه مفيش خالص. مش عارف هو يعني هل الاهلي يستحق اللعيبه دي؟ هل هي دي اللعيبه اللي احنا نستحق ان احنا نشوفها؟ هل هي دي ال الاداره الفنيه اللي احنا نستحقها؟ هل بعد كل الصرف ده انت مش عارف تطلع منتج كروي حقيقي؟ آه، ماشي تقول لي اصل اللعيبه النهارده الاساسيه والله صدق اقول لك على حاجه، خدها مني يعني. انت من ساعه ما احمد عبد القادر طلع وانت مالكش اي شكل هجومي. احمد عبد القادر اللعيب الوحيد اللي كان بيعرف ياخد الكوره ويعدي من واحد واتنين، بعد كده بيحصل ايه مش مهم، يعني ما هو كله بلح، بس عنده حل فردي الوحيد اللي واحد لواحد بيعدي في الرصه اللي عندها دي في الرصه اللي عندك دي كلها، من تريزيجيه لزيزو لبن شرقي لطاهر لحسين، هو الوحيد اللي بيعرف يعدي واحد لواحد صريحه. غير كده انت جايب نجوم بس مش جايب المحرك بتاعهم. انت محتاج حرفيا لعيب معلم نص مع وسط نص ملعب، لعيب بلاي ميكر، لعيب بيعرف ياخد الريسك. مشكله الاهلي انه ما بياخدش الريسك لا في الباصه ولا في الشوطه ولا في ولا في العرضيه ولا في التمريرات الكثيره للخطوط، ما فيش حاجه اب نورمال بتحصل. كل اللعب لعب مباشر، لعب صريح، لعب اللي هو انا مش عايز افقد الكوره. تمام مش هتفقد الكوره بس مش تعمل حاجه، تفضل تنقل الكرة من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ومن اليمين للشمال وخلاص. الماتش الاولاني بتاع ايدن نوير السبت اللي فات، محمد هاني عمل وان تو مع بن رمضان، راح عمل عرضيه خبطت جت جول 1-0 خلص. تمام. ماتش الاتحاد السكندري انت كان شكلك وحش جدا دفاعيا، وحش جدا، خلاص، بخبرات اللعيبه قدرت تجيب جول بتاع بن شرقي ويجيب ضربه جزاء بتاعت زيزو، وبعد كده شكلك بقى مغزي مغزي. والنهارده ما تقوليش عشان الطرد، ما مالكش شكل، وحش، فرقه وحشه ما بتقدمش كوره، فرقه ما بتلعبش كوره، فرقه عندها نواقص، فرقه ما فيش لمسه. حتى المدرب يعني بيقول لك ايه والله، الغربال الشديد الجديد ليه شده. لا، انت جالك النحاس ما حسيتش بحاجه، جالك ريبيرو ما حسيتش بحاجه، جالك تروب ده ما حسيتش بحاجه، هي خلاص هي اللعبه متنحه. هو انا كده بلعب كده وخلاص صباح الفل. لا ما عندهاش، مش اللعيبه انها مثلا متخاذله ولا مثلا بتتعالى على الكوره، لا هي فعلا الفرقه متكونه غلط وما عندهاش، وما فيش حلول فرديه كتيره جدا في الفرقه، انك جبت لعيبه كلها شبه بعض، كلها لعيبه بتعتمد على سرعات، والسرعات دي كانت من سنين. انت جبتها باثر رجعي متاخر قوي يا باشا، متاخر قوي. جايب تريزيجيه متاخر قوي، جايب زيزو متاخر 3 سنين، جايب بن شرقي متاخر 3 سنين، جايب اللعيبه دي كلها ما جبتش مهاجم ومشيت وسام وسبته، سبته وما جبتش حد غيره. انا كنت مع انك تسيبه بعد اللي حصل ده، بس انك ما تجيبش حد خالص ده دي كارثه. الاهلي طول عمره لازم يبقى عنده مهاجم، لكن احنا هنفضل عايشين في الحقبه السوداء دي لحد امتى؟ مفيش مهاجمين على الله، مفيش اوفر يترفع يطلع مهاجم ياخده بدماغه ولا يعمل حاجه، مفيش. فلا الشكل مقلق، الشكل مش ظريف، واي فرقه محترمه هتلعب عليك كوره وهتكسبك، بيستروب بريبيرو بعماد النحاس باي حد هتخسر، لان انت وحش، عندك عوار دفاعيه. لعيبه المدافعين النهارده ياسر ابراهيم نازل يامن المنطقه الدفاعيه، جاي يقلش في اخر ماتش، قلش ملهاش اي معنى، كانت ممكن تعمل خطوره على الاهلي ولا تكلفه جول. في كوارث، الاهلي فيه كوارث، والكوارث دي مش هتتعالج غير ان انت تبص على الاحتياجات الفنيه الحقيقيه، وتبعد شويه على الصفقات الجماهيريه، تبتدي تشوف تطلع لعيبه من تحت، تطلع لعيبه من تحت من اللي عندك، تدي فرصه لواحد زي احمد عبدين، ده سيرد باك منتخب الشباب، ده لعيب كويس، مش هيبقى اقل من اللي عندك يعني، يعني مش هيبقى اضيع من اللي عندك.
تمام. تراجع محمد عبد الله تاني تبص عليه، لانه اللعيب الوينج رايت الوحيد اللي بيلعب بشماله، وانت محتاج نوعيه اللعيب اللي بيلعب، اللعيب الوينج رايت اللي يبقى بيقطم على جوه الملعب ويلعب بشماله. محتاج لعيب زي ده، فاديله. ابتدي يطلع. بص بقى، بتاع الدوري ما فيهوش حد دلوقتي، واي حد انت هتيجي تطلبه هيقول لك 100 مليون و200 مليون. لا خلاص، ابتدي يطلع. والله كل الفرق شبه بعض، وكل اللعيبه شبه بعض، والمستويات متقاربه كلها. طلع نواقصك من تحت، ودي فرص، لان المفروض ان بقيه الفرقه عندها خبرات تقدر تشيل، يعني تقدر تشيل لعيبه. بالمناسبه الفرقه الاحتياطي بتاعت النهارده اللي هي نزلت دي، كل دي لعيبه دوليه. لو انا منزل معاهم ناشئ، مش هيشيلوه؟ المفروض يشيلوه. فهنا في مشاكل في الاهلي، لو ما اتحلتش يبقى عليه العوض في الموسم ده، لا دوري ولا افريقيا. عموما ده ملخص سريع للرؤيه الفنيه اللي احنا شفناها لياستروب المدير الفني الدنماركي. وربنا يخيب ظننا فيما هو قادم ان شاء الله. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.